حبايبنا ابطالنا الفجل الصغير القمر اولى ثانوي، ايه الاخبار يا حبايبي؟ يا رب تكونوا زي الفل، اللهم امين يا رب العالمين. امتحان المحاكاه، ركز بقى جدا هنا جدا جدا جدا، اصحى للكلام. ايه اللي هيحصل هنا؟ تشرب عمين في الامتحان ده. انا هقول لك تتصرف ازاي باذن رب العالمين، يعني هقول لك لما تخش امتحان تتصرف ازاي، تفكر ازاي في كل جمله، تبدا بايه، تبداش بايه، تبدا بايه وتسيب ايه للاخر. كل ده ان شاء الله انا هقوله لك ان شاء الله في المحاضره دي. فركز جدا 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 جدا. طيب عايزك مطمن باذن رب العالمين، لان صدقني انا واثق فيك باذن الله، انا واثق انت راح تقفل ان شاء الله. سواء انت طالب منصف الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انا مطمن جدا بفضل من ربنا ان انت راح تقفل الحمد لله. عملنا اللي علينا وزياده 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 بفضل من ربنا، فانت مؤهل 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 ان شاء الله انت تقفل. طيب كطالب يوتيوب نزلنا الحمد لله مراجعه ليله امتحان الله اكبر قويه جدا جدا بفضل من ربنا. طيب فهي برضو ان شاء الله هتشوفي هتعمل معاك ايه في الامتحان باذن رب العالمين. نزلنا مراجعه على القصه، فبرضو الدنيا معاك هتبقى رايقه قوي قوي ان شاء الله. طيب نكملها بايه ونختمها بايه؟ فنختمها بامتحان محاكاه للامتحان، كانك قاعد في اللجنه. هنبدا بايه ما نبداش بايه، نفكر ازاي نتصرف ازاي. سليم يا عم سليم، فعايزك مركز عشان خاطر انا. طيب في الاول بنقول اللهم اني نويت ان اسعى فكن لي العون، اللهم بارك في الوقت والجهد، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اني اسعى فارزقني يا رب لذة الوصول، اللهم امين يا رب العالمين. طيب اللينكات تحت عندك في الديسكربشن، خش يا باشا على اللينكات وعيش بقى، عيش. البيج بتاعتنا لازم تكون عليها، جروب الفيسبوك عندك، تليجرام، كل ده لازم تكون عليه، تيك توك بقى خش انتشر. حلو، ركز بقى صلي على النبي. ايه يا باشا اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل دلع. نمشي واحده واحده. تعال نبدا كده امتحاننا. اولا انا بخش هادي خالص، بقعد مفيش في دماغي اي حاجه خالص، انا قاعد خدت الورقه بتاعتي، احط الورقه بتاعتي قدامي، اقرا سوره قصيره من القران بحيث اطمئن ان شاء الله 4 وابدا كده بسم الله. بسم الله بالراحه خالص. انا واثق يا جماعه، انا واثق راح اقفل ان شاء الله. طيب هقول لك هنا ايه. انا بدات كده بسم الله وابدا جمله جمله. اول حاجه اي ديسلايك، انا بكره ليفنج العيش في البيزي ستريتس، يعني شوارع مزدحمه. طيب بيزي هنا هي similar in meaning to ايه؟ يعني هي مشابهه في المعنى الايه؟ يعني من الاخر عايز السينونيم. ماشي براحه خالص. نارو يعني ضيق. طب بيزي وكراودد مزدحم، مزدحم تصدق. طب هادئ. طب كبير نويزي ضوضاء. ما هو حاجه مزدحمه يعني حاجه فيها ضوضاء وكده، فاختارهم الاثنين. طيب عندي اول سؤالين اختياري. طيب بعد كده بيقول لي ذا بليس او المكان ده وستيربل فظيع، كان فظيع. هو ستيربل دي فظيع سيء، انا عايز بقى الانتونيم بتاعها، يعني عايز العكس بتاعها. طب دي بات سيء، اوفو فظيع سيء. وندرفول يعني رائع. هيوج يعني ضخم. طب ترفيك معناها فظيع بس حاجه جميله، يعني بتساوي عندي وندرفول يعني حاجه رائعه. حلو يا عم حلو. طيب يبقى بالهادي كده خالص، وعلى الهادي وعلى الرايق. حلو. واقرا الجمله من اول كلمه لاخر كلمه، واقرا كل الاختيارات وبالراحه. حلو. when I went to the workshop، لما انا ذهبت للورشه. حلو. ماي كار ده يعلمك في الجمله دي حته ما تستعجلش. لما رحت الورشه عربيتي، لذلك شوف بقى الحل اصلا بتاع الجمله هنا كمان في الاخر، فلذلك انا بقول لك تقرا الجمله من اول كلمه لاخر كلمه. لما رحت الورشه عربيتي ايه، لذلك انا كان يجب انتظر، يبقى عربيتي كانت لسه بتتصلح. يبقى لما انا رحت الورشه عربيتي كانت بتتصلح، حدث كان مستمر وحدث تاني قطعه، يبقى العربيه كانت بتتصلح، يبقى ده ماضي مستمر. بس الفكره مش في كده، عشان كمان اخليك تركز اكتر. الفكره ان بيقول لي عربيتي، ينفع العربيه تصلح؟ لا ده كانت بتتصلح. يبقى انا عرفت من هنا ان جملتي ماضي مستمر، وعرفت ان هو بادئ لي بماي كار عربيتي، ان الجمله مبنيه للمجهول. يبقى انا عايز كده المبني المجهول في زمن الماضي المستمر بيتكون من مفعول was aware being تصريف ثالث. يبقى اختار هنا was being repaired، عربيتي كان بيتم تصليحها. رايقه. طيب rich people يعني الناس الاغنياء should be encouraged to، ينبغي ان يتم تشجيعهم ايه money to churches. واحد فجله يقول لك بس يا مستر معلش يعني هيقو ماني، هيدين بالفيو. يا ابني هيدين ازاي؟ بقول لك الاغنياء ينبغي ان هم يتم تشجيعهم يبقى تو دونيت، يتبرعوا بالفلوس للجمعيات الخيريه. برو يعني يستعير، وعندي اون يعني يمتلك. الله. واي يو جو تو ذا كلاب يسترداي، هو انت ليه رحت النادي امبارح؟ قال له بيكوز بسبب اي واز بيزي دوينج ماي هوم ورك، كنت مشغول بعمل الواجب. فالفجله كلها اسمع مني، انا عارف انا الفجله. اقول لك مستر عندي يسترداي من علامات ماضي بسيط حبيبي. وماذا بسيط المستر قال لي بنفي بديدنت وبسال بديد، حصل مني والله قلت كده فعلا. طيب فاختار ديد بقى يعني بقت بقى خلاص يعني ماشي.
بس يا فجله بيقول لك بسبب ان انا كنت مشغول بعمل الواجب. يبقى انت ليه ما رحتش النادي امبارح؟ مش ليه رحت امبارح، ليه ما رحتش امبارح. يبقى انا عايزها هنا منفيه تبقى عندي didn't. رايقه؟ ما رايقه خالص. طيب وي شود، نحن ينبغي ان احنا ايه ده كواليتي. كواليتي هنا معناها جوده. ينبغي ان احنا ايه الجوده بتاعت البرودكتس المنتجات المحليه بتاعتنا لكي يتم تصديرها بكميات كبيره. طيب هنحرك، بروف يثبت، امبروف يحسن، مش هنزيل. يبقى احنا هنحسن الجوده زي ما انا ماشي الجمله من اولها لاخرها كل الاختيارات سليم سليم. طيب عشان خاطري انت هتروح تقفل وتيجي تطمني كده كده ان شاء الله، ونبدا مع بعض ان شاء الله الترم الثاني من اول محاضره، ملتزم باذن الله. تمام. طيب الجمله دي جامده جدا. بيقول لك ايه؟ اي ان حلوان، انا ايه في حلوان دي مده 5 سنين بس. دلوقتي انا بعيش في المنصوره. هو انا فضلت عايش في حلوان 5 سنين؟ الفجل بقى يقول لك ايه؟ يا مستر انا عندي فور، وفور دي من علامات مضارع تام. حصل. وطالما من علامات مضارع تام يبقى فاعل هاف او هاز وتصريف طارئ. حصل. بس يا فجلتي الحدث مش لسه مستمر، انا بستخدم مضارع تام لما حدث يبدا في الماضي وما زال مستمر. انما هنا بقول لك ان انا عشت في حلوان لمده 5 سنين بس، دلوقتي بعيش في المنصوره، يبقى ده حدث تم في الماضي وانتهى. قال لي فور اما بتجيلي في جمله ويكون مديني دليل على انتهاء الحدث، ما بيقول لي انا دلوقتي بعيش في المنصوره ما عادش في حلوان، فاداني دليل على انتهاء الحدث. فور اما تجيلي في جمله ويديني دليل على انتهاء الحدث بستخدم ماضي بسيط، يعني فاعل تصريف تاني. اهي دي بقى جامده، لو جت فعلا توقع ناس كتير قوي. فركز عشان خاطري. اتوز هنا ايه؟ اصحى للكلام. اتوز unusual، يعني كانت حاجه غير عاديه ان محدش خالص هاد ميد عمل اي ايه عن الاجتماع. يبقى محدش عمل اي كومنت، اي تعليق. كونكت ازاي؟ كونكت يعني يوصل، بارت يعني جزء، كونتراكت يعني عقد. while the experiment، اثناء ايه؟ التجربه العلميه. احمد احمد وقع and injured، وصاب his hand ايده. فكل يقول لك بس يا مستر الوايل بيجي بعدها ماضي مستمر، فاعل وز او وير فيرب ان جي بس، فاختار وير دوينج وز دوينج، او بتكلم عن احمد يعني فاحمد مفرد فتبقى وز دوينج. بالله عليك بالله عليك حرام عليك يا ابني. انا قلت لك مليون مره وايل بيجي بعدها الفيرب ان جي في حاله عدم وجود فاعل. حصل مني حصل مني، يبقى اختار عندي دوينج. حبيبي حبيبي حبيبي. طيب ماي إلدر براذر يعني اخويا الاكبر. البي دي اف ده في الديسكربشن عشان لو انت عايزه تحل معايا. اخويا الاكبر ساعدني. بس استنى يا مستر انت قلت لنا الحته دي وحلينا عليها، قلنا ان هيلب بيجي بعدها مفعول ثم مصدر او تو مصدر. الله يبقى ما ينفعش تو فيرب ان جي، انا قلت مصدر او تو مصدر، يبقى اخد مصدر طالما ما فيش تو مصدر. يلا ما كذا يبقى كذا. they plotted، انا عندي المستر قال الحته دي، قال لي بلوت بتيجي بمعنى قطعه ارض، بتيجي بمعنى مدفن، بتيجي بمعنى يتآمر، بيجي معاها اجينست يعني ضد. فهم تآمروا ضد المدير الجديد، عايزين يفشلوه. ليه كده يا ناس مفتريه؟ يبقى اجينست اهيت يعني ضد. حلو يا عم حلو. طيب بعد كده بيقول ايه؟ بيقول لي بالراحه خالص كده زي ما انا ماشي بالظبط. في الجمله اللي فاتت دي حروف جر محفوظه. يتآمر ضد بروتاجينست. هنا بيقول لي this picture، هذه الصوره في القرن 19. بس مستر قال لي ان وسنه في ماضي، قال لي بص بقى من الاخر، قال لي الاغنيه واوعى تنسى يا راجي ان معانا ان والماضي دي من علامات ماضي بسيط. يعني جملتي ماضي بسيط. ماضي بسيط يا مستر يعني فاعل تصريف تاني، اوعى تبقى اناني، بنفي بديدنت واسال بديد. ايوه حصل والله كلامك حلو، بس الصوره رسمت ازاي عشان تقنعني واقنعك يعني. يبقى من هنا لازم اركز، انا معلوم ولا باسيف مجهول؟ يبقى من هنا لازم اكون صاحي. حلو. يبقى الصوره تم رسمها، يبقى مبني المجهول في زمن الماضي البسيط، مفعول وز او وير تصريف ثالث، ده المفعول، يبقى وز وتصريف ثالث. حلو يا عم حلو. طيب it's not a bad thing، يعني مش حاجه سيئه ان انت ايه your opinion، ايه رايك لو غلط. يبقى مش حاجه سيئه ان انت تشينج، تغير رايك لو غلط. حلو جميل والله. هنا بيقول لي it's taken ايه، خد بالك متلازمات افعال، مش هخالف رايي لو غلط، مش هدو، مش هميك. عندي حاجه اسمها it's taken for granted، قلناها في المراجعه وفرمناها كتير جدا. امر مسلم به ان التوريزم السياحه is the main source، هي المصدر الرئيسي للناشونال انكم، الدخل القومي. فانا عندي اكسبريشن يا جماعه it's taken for granted، ده مهم وبيجي في امتحانات. امر مسلم به
حلو حلو. طيب قطعه، عدي بس دلوقتي، عدي القطعه دلوقتي، عدي القطعه دلوقتي وركز لي واصحى لي. عديها 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 عديها. طيب ترجمتنا على الهادي خالص. سيتنج اب، تاسيس ايه؟ تاسيس ايه بالظبط؟ قال لي تساعد اقامه ايه بقى؟ برودكتيف بروجكتس، اللي هي المشروعات الانتاجيه. حلو. تساعد اقامه المشروعات الانتاجيه زي ما انا ماشي بالظبط. هي يا حبيبي استهلاكيه ايه؟ بقول لك برودكتيف يعني منتج، استبعد لي استهلاكي دي خالص. على توفير فرص عمل، فرص عمل للشباب. العامل ولا العاطل؟ تعال نشوف كده. unemployed يعني employed يعني موظف، unemployed يعني عاطل. يبقى مش العامل، العاطل بقى. ها، يبقى مش العامل، هي العاطل بقى. الله، يبقى هنا العاطل والعاطل. حلو. يبقى الذي يبحث عن وظيفه لذلك تساعد على بدايه حياه جديده. طب في حاجه تانية، تساعد اقامه المشروعات الانتاجيه على توفير فرص عمل للشباب. العاطل الذي يبحث عن وظيفه لذلك تساعد على بدايه حاجه. الله، تساعد اقامه اهو المشروعات الانتاجيه على توفير فرص عمل للشباب. العاطل الذي يبحث عن وظيفة لذلك تساعد على بداية أو على بداية حياة جديدة. الاتنين زي بعض يا جماعة. الاتنين زي بعض. الاتنين اختار الاتنين فعلا كوبي بيست يعني، فالاتنين زي بعض. طيب طبعا هي ما تجيش كده في الامتحان، لازم إجابة واحدة، دي غلطة بس مطبعية. هنا ينبغي على كل مواطن صالح أن يؤدي دوره بإتقان حتى يتحقق التقدم والاستقرار. ماشي. مبدئيا هي يؤدي مش ريفورم يعني يصلح. يلا، هو دوره مش قاعدته. لا حبيبي، هنا بيقول لي سيتيزن وهنا ممبر، وبيقول لي مواطن صالح. سيتيزن مش فرد. فكمل للاخر برضو، ما استعجلش. كل مواطن جيد ينبغي ان بيرفورم يؤدي دوره باتقان لكي يحقق البروجريس، التقدم، والاستابيليتي، الاستقرار. مش هنا استابيليتي عدم استقرار، يبقى اختار عندي ايه؟ في السليم جدا، استابيليتي استقرار، بس كده. اصل انستابيليتي برضو عدم استقرار، ازاي يا عم انا بقول لك الاستقرار؟ يبقى فل قوي. طيب هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ده كابتن. الكابتن هنا was usually a quiet man. هو كان رجل هادئ. هو ده بيبين ايه عنه؟ انا بجاوب يا جماعه، مفيش اجابه محفوظه، دي اجابه اسئله تفكير نقدي، وعايزك تفكر وتقول من خلال الاحداث اللي انت عرفتها. قول. طيب هو كان راجل هادي، ده يوضح ايه عن شخصيته؟ ان he was a mysterious man، يعني هو رجل كان، او اقول لك mysterious and serious man، كان رجل جاد وغامض. جامده، حلوه جدا. طيب how do you think؟ هو بيخليك تفكر. اكتب، فكر واكتب، كأني جايب لك حاجه عربي بتقراها واسالك فيها بس. طيب how do you think the crew، يعني كيف تعتقد ان الطاقم found out، يعني اكتشفوا عن الكنز ده؟ حاجات كتير قوي. يعني اقول لك مثلا ان they هم، انا بتكلم عن الطاقم فهم جمع، they might have found a map، ربما انهم وجدوا خريطه which مثلا told them، اخبرتهم about عن the treasure، عن الكنز. بس ممكن اقول الرامرز، الشائعات، حاجات كتير. طيب شوف برضو، انا فكرت وقلت بطريقتي، ابص الدنيا وانا بكتب عشان ما اغلطش. حلو. دو يو ثينك، هل تعتقد ان الجيم شو تراست؟ هل تعتقد الجيم ينبغي ان هو يثق في مستر تريلبوني؟ ليه او ليه لا؟ من خلال معرفتك ينفع يثق فيه؟ لا. نو. ليه؟ بيكوز، بسبب هي تيكس، هو بياخد wrong decisions، بياخد قرارات غلط. امتى؟ ممكن تزود له بقى وتقول له لما هو اخبط الكرو، الطاقم، السر ان هم رايحين يبحثوا عن كنز. فانت هنا بتجاوب من خلال معرفتك. فدول بالذات اكتر اسئله مضمونه ان شاء الله 400. طيب الحمد لله ظبطناه. ايه اللي بعد كده؟ تخش على القطعه. ايه اللي عمله في القطعه؟ بالراحه خالص وعلى الهادي، على الهادي خالص. او ندخل على الاسئله بتاعت القطعه الاول، افهم القطعه دي بتتكلم عن ايه. طيب بقول لي هنا which of the following، ايه من اللي جاي هو true، حقيقي، عن الدي دي تي؟ ماشي، مبيد حشري. وبعدين بيقول لي وات داز ذا بورد، يعني كلمه كونسيكونسز يعني نتائج، بتشير الى ايه طبقا للقطعه. ماشي، هشوف دلوقتي واقول لك يا عمنا، بتستعجل عليا. وير داز دي دي تي ان اب ايفينشولي، يعني بينتهي بيه الحال فين الدي دي تي؟ والله هشوف يا صاحبي واقول لك. طيب
هنا بيقول لي much damage يعني دمار كبير للبيئه بيحصل بسبب ان الناس ايه يا عم هنشوف يا عم انت وجع قلب قوي، هي وجع البيئه. حلو. DDT was very ايه at first في الاول and more crops تحاصيل اكتر were produced تم انتاجها. يا عم عمال تسالنا احنا لسه ما قراناش. The insects الحشرات that survived اللي هي بقت على الحياه وتضاعفت بتسمى حشرات ايه؟ هشوف واقول لك والله. The word effects تاثيرات في اخر فقره هي مشابهه في المعنى الايه؟ impacts تاثيرات يا مستر الله. ما قبل بقى ما اكمل بقى اصل عارفها دي، عارفها خلاص كده. ماشي احنا جبنا سؤال ربنا رزق، ربنا رزق بسؤال واحنا بنقرا كده فده رزق من عند ربنا نقول للرزق لا. بص يا عمنا ايه اللي هيحصل هنا واحده واحده بقى وانا ماشي كده. دي قطعه فهم مش قطعه ترجمه، يعني عايز افهم اقراها مره واثنين وثلاثه لحد ما افهم بتتكلم عن ايه. قراءه الاسئله الاول كمان بتساعدني ان انا اكون فاهم. طيب people الناس بترجم لك كل كلمه اهو. find it بيجدوا ان it challenging صعب ان هم سولف يحلوا بروبلمز مشكلات بسرعه. الناس بتجد ان هم من الصعب يحلوا مشكلات بسرعه. طيب they want هم بيبقوا عايزين to get fast results عايزين يجدوا نتائج سريعه او make money او يعملوا فلوس بسرعه او make life او يخلوا الحياه اسهل easier. الناس مستعجله غالبا they don't look into غالبا ما بيفكروش ولا يتحققوا من the future من المستقبل. عايزين حاجه وقتيه. they don't think ما بيفكروش about the long term ما بيفكروش في الكونسيكونسز النتائج طويله المدى ده long term يعني طويل المدى of their actions للاحداث بتاعتهم لعمايلهم. the story of DDT قصه DDT is a good example مثال جيد. it's a chemical دي حاجه كيميائيه which was developed تم تطويرها to kill لكي تقتل الانسكس الحشرات. it was invented تم اختراعها في 1940 and very soon وقريبا it was being used قريبا بيتم استخدامها effectively بفاعليه by farmers بواسطه الفلاحين all over the world في كل انحاء العالم. حبيبي حبيبي حبيبي. طيب بولي ده ريزلتس النتائج at first في الاول were successful كانت ناجحه. طيب the chemical الماده الكيميائيه دي killed the harmful insects قتلت الحشرات المفيده. بترجم كل كلمه اهو. which ate اللي كانت بتاكل the food plants more crops محاصيل اكتر were produced كان بيتم انتاجها and both وكل من farmers الفلاحين والاندستري والصناعه made a lot of money عملوا فلوس كتير. however على الرغم من كده ده chemical المواد الكيميائيه had effects كان لها تاثيرات والتي العلماء hadn't predicted ما توقعهاش. ايه يا ساتر يا رب. قال لك DDT not only مش بس قتل الهارمفول انسكس مش بس قتل الحشرات الضاره انا عندي هارمفول دي يعني ضار لكن هو also ايضا killed موت اليوسفول انسكس الحشرات المفيده. a few insects يعني في حشرات قليله were strong كانت قويه يعني لا DDT ولا بتاع بيج رامي. they survived هم بقوا على قيد الحياه وتضاعفوا. يا واد يا جامد. قال لي ان a few years يعني في خلال سنوات قليله there were large numbers كان في اعداد كبيره جدا من هذه السوبر انسكس ستر يا رب which DDT couldn't kill ما كانش بيقدر يقتلهم او يموتهم. clearly بشكل واضح DDT was making كان بيخلي the problem اسوأ worse it was worthless كان بلا جدوى وبلا فائده to be used ان يتم استخدامه anymore بعد الان. another problem يعني في مشكله اخرى was ان كان the chemical الماده الكيميائيه دي didn't disappear ما بتختفيش. it stayed كانت بتفضل in the ground في الارض and found its way وكانت بتجد طريقها للانهار ليكس البحيرات اوشنز المحيطات. سو لذلك animals الحيوانات بيجانتوا بدأوا ان هم سافر يعانوا من different new diseases من الامراض الجديده المختلفه. humans البشر سو ايضا began to have بدأ ان يكون عندهم problems ومشكلات especially خصوصا في اماكن areas ال DDT كان بيتم استخدامها widely بشكل كبير. many governments يعني العديد من الحكومات stopped وقفت استخدام ال DDT من 20 years ago من 20 سنه but its effects لكن اثاره are still with them لسه معاها. يا ساتر يا رب. which of the following ايه اللي جاي هو حقيقي عن ال DDT بيقتل الحيوانات الهارمفول الضاره بيقتل كل من الضاره والنافعه صح ده ترو يا حبيبي. بيقتل ده هنا بيقول لك ايه بيقتل كل من الهارمفول والسوبر لا هو المفيده والضاره. بيقتل بس المفيده لا الاثنين. نتائج هنا
النتائج هنا اللي هي ايه؟ exciting things، يعني حاجات مثيرة ممكن تحصل، ولا حاجات مفيدة، ولا حاجات مملة. لا، هي bad things طبقا للي فوق، ما كانوش فاهمين النتائج اللي هتحصل، ففي حاجات سيئة هتحصل، يبقى bad things، لا هي مملة ولا هي مفيدة ولا مثيرة حبيبي. طيب where does DDT end up eventually؟ هو بينتهي بالحال فين؟ into rivers, lakes, oceans. هي دي، مش في الأرض. بينتهي بالحال لأن بيقولك بيجد طريقه للأنهار والبحيرات والمحيطات. بس بعد كده بيقول لي ايه؟ much damage، يعني دمار كبير to the environment، للبيئة، بيحصل بسبب الناس ايه؟ عايزة تحصل على نتائج سريعة، ولا don't think، ما بيفكروش في المستقبل، ولا want to make life easier، عايزين يخلوا الحياة أسهل، ولا want to make money، عايزين يعملوا فلوس. هي ما بيفكروش في المستقبل. حلو. DDT was very at first، كان ايه في الأول؟ ومور كروبس وير بروديوسد، محاصيل كتيرة تم إنتاجها. كان الأول فين يا مستر يوسفول؟ هي كان مفيد في الأول، دي معناها ضار، دي معناها سام، مكروه. ده انسكس، الحشرات اللي بقت وتضاعفت والكلام ده. السوبر قلناها فوق، السوبر من الاخر. ده وورد، ما دي عملناها الحمد لله. طيب ايه بعد كده يا باشا؟ طبعا احنا عاملين الترجمه، عاملين القصه، فاللي عندك بعد كده الاسي حبيبي ده. طيب بقول لك افيمس بيرسون، يعني شخص مشهور. حلو. والخدمات اللي هو او هي عملوا او هي عملتها للبشريه. الله بقى، الله بقى، لو تتكلم عن احمد زويل، الله تتكلم عن دكتور مجدي يعقوب، اي حد والحاجات اللي عملها. طب اعمل ايه؟ اول حاجه اطلع عناصر. ازاي؟ اولا من الشخص ده اهو، الشخص ده عمل ايه ايجابي؟ الشخص ده ساعد الناس ازاي؟ لو انا مكانه هعمل ايه؟ طب الدوله ازاي تنصح الناس اللي بقى انها تعمل زي كده؟ فعناصر انا بطلعها عن الموضوع بتساعدني، بكتبهم بالعربي، بيساعدوني وانا بكتب الاسي، بحيث ايه بقى؟ ما اعطلش. ما لو كتبت كده على طول بدون ما اطلع عناصر هعطل سطرين ثلاثه واعطل. لا، انا عايز اكمل، يبقى اطلع عناصر واتكلم على كل عنصر. طيب اول حاجه خد بالك، الاسي هو فقرات، فقره مقدمه، بادي، كونكلوجن، خاتمه. في المقدمه بتكلم عن الموضوع بشكل عام، بعدين في البادي بشرح بقى، بتكلم بقى وارغي بقى، وارغي. كونكلوجن اخر حاجه الخص اللي قلته في شكل بسيط خالص. طيب اول حاجه عندي هي فقرات، فقره المقدمه. هاجي اول سطر اسيب مسافه كلمه ما اكتبش فيها حاجه، يعني الصفحه بتاعتي اهيت، اقوم بادئ من هنا في اول سطر. طب السطر الثاني ابدا من هنا عادي، والثالث من هنا عادي. طيب هاجي على البادي، اقوم جاي برضه في البادي، في اول البادي اقوم سايب مسافه كلمه، ابدا من هنا. طب في الثاني ابدا من هنا عادي اهو. طب على الكونكلوجن اعمل ايه؟ اسيب مسافه كلمه وابدا من هنا. طب في السطر الثاني ابدا من الاول عادي والثالث عادي. المهم ان انت ما بين كل فقره والثانيه تسيب سطر فاضي. وعايزك تيجي في الخاتمه تكتب له كده تو كونكلود في الاول، يعني هنا هتكتب له كده تو كونكلود، ان انا هلخص اللي اتقال فوق، وكوما، واكتب. لو انا بصحح وشفتك قدامي سايب، يعني سايب ما بين كل فقره والثانيه سطر، وفي اول كل فقره سايب لي مسافه كلمه بادئه فاضيه، هعرف انت فاهم. طيب اراعي ان انا لو بتكلم عن حاجه عامه استخدم مضارع بسيط، يعني التكوين عندي عارفين التكوين المضارع البسيط فاعل ومصدر، او فاعل وفعل في اس. طيب بتكلم عن حاجه في الماضي استخدم ماضي بسيط، يعني فاعل تصريف تاني. طيب ابسط الدنيا قوي عشان ما لعبكش واتفزلك واغلط، لا ابسطها عشان اعرف اكتب. حلو. طيب ايه كمان؟ السبيلنج يا باشا ركز فيه بعد اذنك، يعني مش عايز انه نقص، انا عايز تقفيل. انت رايح ان شاء الله باذن الله تقفل وجاي لي تطمني ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طيب تتوكل على الله باذن الله ان شاء الله، مطمئن، واثق في ربنا، واثق في نفسك. انت الحمد لله عملت اللي عليك، منتظرك ان شاء الله بعد الامتحان تيجي تطمني ان شاء الله. وباذن الله في الترم الثاني من اول محاضره بادئين مع بعض ان شاء الله، والتزام وانتظام عشان ثانيه وثالثه ان شاء الله. اشوفكم يا رب دايما احسن ناس، اشوفكم على خير. اللينكات تحت لو ما دخلتش خش. اشوفكم احسن ناس يا رب. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشوفكم على خير. سلام.